السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى بنضحي وهنقول طريقة الفول زي المطعم ما بيقول. ماما تعالوا بقى اقول لكم على طريقة حلوة جدا جدا زي بتاعة المطاعم بالظبط، واخداها من صاحب مطعم. قال لي لو عايز السر بتاع الفول امشي على الخطوات اللي انا هقولك عليها دي. اول حاجة جبت الفول، جبت نص كيلو من الفول ونقعته. استني يا لوكا. نقعته ساعتين، وبعد كده زي ما انتوا شفتوا كده الفولة نفشت. وجبت 3 معالق من العدس الاصفر وغسلتهم كويس. ونقيته الاول وغسلته كويس جدا. طبعا بقى حطيت القدرة على النار، وابتديت المية ابتدت قبل ما تغلي. نزلت بالفول كده واحدة واحدة، ونزلت بالعدس بتاعي، وهبتدي اقلب كله في بعضه، العدس في الفول علشان يختلطوا ببعض. وجبت طبق حطيته على الفوالة كده ومليته مية، عشان كل ما احتاج ازود الفول بزود من المية الدافية دي. السر بقى اللي انا هقولهولك عشان تاخدي فول بالظبط بالظبط زي بتاع المطاعم، ونفس اللون ونفس الطعم. عايزه اقول لكم طعمه خطير جدا، سحرنا بيه اول يوم. آه جدا. قولي لهم ما تنسوش تحطوا اللايك لايك لايك. قول لهم وحشتوني. السر في ايه بقى اللي انتوا شايفينه دوت؟ هتروحي عند العطار هتقولي له انا عايزه لون منجاوي. ده اللي بيتحط في المطاعم اللي بيغيروا بيه لون الفول. لو انت عايزه تسيبيه زي ما هو كده بلونه مفيش مشكله. عايزه تحطي عليه بابريكا لو عايزاه احمر مفيش مشكله. انما هم في المطاعم بيحطوا اللون المنجاوي ده مع الكركم. كل ما تكوني عايزه تزودي اللون يعني كتري في اللون وفي الكركم. عايزه اللون يبقى يعني اصفر بسيط، هتحطي نسبه بسيطه جدا. بصوا انا دوبته كله ببعض اهوت. وهجيب بقى السر كمان، يعني هقولك على يعني حاجتين ممكن تحطيهم. يا اما تحطي دقيق، يا اما تحطي رز مطحون. انا بصراحه بحب الدقيق او النشا. ممكن تحطي دقيق او نشا او رز مطحون. تمام. انا هنا جبت المتوفر عندي، حطيت معلقتين من الدقيق ودوبتهم كويس جدا في الخليط دوت، علشان الدقيق هو اللي بيخلي الفول يلف معاكي ويبقى حلو. تمام كده. بعد كده بقى على النار اهو رحت للقدرة. بصوا الفول، بعمل اختبار للفول وبشوفه اذا كان استوى ولا لا. بصوا شايفين الفولة اتهرت ازاي؟ ما بحطش الدريسنج دوت الا لما بلاقي الفول استوى خالص. شايفين؟ بعد كده بقى هبتدي اخد اللون دوت وهنزل بيه على الفول. تمام كده. نزلت بقى اهوت، وهبتدي بقى اقلب الفول كويس جدا مع الخليط ده، وهسيبه برضو يكمل سواه لحد ما الدقيق معايا يلف في الفول كده. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يعودوا عليكم يا رب بالخير يا رب. هنبتدي بقى نحضر مع بعض طبق الفول. ملوكة بتشرح لكم هو هتعمل ايه في الفيديو. اهم حاجة لو عايزة تاخدي طبق فول مظبوط زي بتاع العربيات بالظبط او المحلات، اعملي الخطوات اللي انا هقولك عليها دي. انا بقى هنا شايفين الفول. بصوا الفول تعمينا جميلة. الفول ايه؟ من قوي جميلة قوي. من قوي احنا من عشاق الفول انا وملوكة. ملوكة لو مكلتش فول بتزعل. تعمينا جميلة صح؟ تعمينا طعمها جميلة. خدت بقى الفول كده وابتديت ان انا اهرسه كويس، احط شوية زيت عشان يتهرس معايا. بصوا بقى اعملوا الخطوات اللي انا بقول لكم عليها دي، هتاخدوا احلى احلى طعم فول. حطيت الطحينة وهبتدي ان انا برضو هدوبه تاني هدوب الطحينة مع الفول. وهجيب بقى معلقة من هريسة الشطة اللي انا كنت عاملاها معاكم، بتعلي التست جدا جدا للفول. هي شطة باردة على فكرة، بس انا عاملاها بالثوم وعليها ملح، حلوة جدا. ايوه اشرحي يلا. بعد كده بقى حطيت الملح والكمون والليمون وظبطت كل
حدقته كويس وظبطته، وبعد كده هرجع تاني احط له شويه من الزيت. تنسوش يلا تحطوا لايك بسرعه على الملوكه، بسرعه حطوا لايك لملوكه وماما وحطوا لايك لمعاذ ولمحمد والبابا. لايكات كتير قوي قوي عشان الفيديو يكبر.